اوجه كلمه للشباب اللي هم لسه جايين. انتوا المفروض ان انتوا تتقوا ربنا وتشتغلوا ومفيش حاجه يعني زي ما انتم شايفين اهوت، انا شاب عندي 20 سنه جاي من 5 6 سنين، الحمد لله دنيتي كويسه عشان انا ماشي صح وبادئ الحياه صح. الحمد لله ما شفتش اي حاجه هنا وحشه ولا زعلت من حاجه. انت منين من مصر وبقالك كام سنه في فرنسا؟ انا من الغربيه وبقالي هنا بالظبط اهوت 2.5 سنين. كنت في ايطاليا بس أنا ما وقفتش على رجلي وشفت حاجه غير لما جيت هنا الصراحه. في ايطاليا عملت ايه يعني؟ ايه اللي انت عملته في خلاك تنجح؟ عشان كنت مراعي ربنا في شغلي، ده اهم حاجه، وكنت مراعي ان انا في بلد كويسه، واحنا دي مش بلدنا اصلا، احنا جايين عشان ناكل عيش من الاخر كده. وايه نصيحتك لاي شاب؟ والله هو جاي ويشوف البلد حياته، الحلال قدامه والحرام قدامه، والحرام هنا مفيش اسهل منه، وسكه الحرام هنا اللي بيروح فيها ما بيرجعش. احنا بنشوف الناس في الشوارع نايمه في الشوارع وبتاكل من الشارع مش لاقيه. اللي انا عايزه انكم انتوا تصلوا وبتاع وتقربوا من ربنا. طول ما انت قريب من ربنا انت عمرك ما يحصل لك حاجه هنا، يعني طول ما انت قريب من ربنا حليم عمرك ما يحصل لك حاجه هنا عن تجربه يعني. فالمهم انتوا تصلوا وتخلوا بالكم من نفسكم بس ده اللي احنا عاوزينه منكم، كل عيش. ايه اكبر معاناه عشتها في الغربه بما ان سنك صغير؟ انا الحمد لله ما عشتش معانا هنا. جيت على حد يعني من قرايبك وساعدك وكده؟ جيت على واحد هنا هو من بلد جنبنا، بس الحمد لله انا جيت هنا عشان انا نيتي صافيه وعايز اشتغل وبتاع شغل. الحمد لله ربنا كرمني من اول. شغال في ايه؟ في مجال ايه؟ انا شغال في النجاره. وايه رايك في مجال النجاره هنا؟ هل هي حلوه ومجزيه ولا لا؟ طبعا احسن من البنتيره بكتير. احنا مشكلتنا ان احنا بنيجي هنا نتحط في البنتيره. في شغلانات هنا كتير حلوه، في عندك سباكه كهرباء، في شغلانات تانية حلوه. انت اساسا كنت نجار من مصر؟ انا كنت نجار، فانا والدي نجار اصلا. وانت ازاي عرفت توصل لواحد يشغلك في النجاره؟ بالصدفه ولا دورت؟ بالصدفه كده اهو، سبحان الله. انا قاعد مع واحد قال لي كلم الراجل ده، هي جت بالصدفه. شغال معاه بقى لي سنه و3 4 اشهر، الحمد لله كويس وما زعلنيش في حاجه. قول لي رايك بكل صراحه في المحتوى اللي بقدمه وايه نصيحتك ليه؟ لا والله انا اللي انا بقول لك كمل، انت بتعمل خير كتير وان شاء الله ربنا يكرمك، وادام انت بتعمل خير ربنا يكرمك. ما تحاولش، طول ما انت ماشي في سكه الخير ربنا يوقف لك ولاد الحلال هنا. لكل الشباب اللي جايين اوروبا زي ما انت كنت متخيلها قبل ما تيجي ولا حاجه تانية؟ لا طبعا. اوروبا ده احنا كنا عايشين في وهم، هما رسموا لنا الوهم في دماغنا، وجينا هنا لقينا العيشه غير العيشه والحياه غير الحياه كنا في دماغنا ان احنا نيجي نقعد هنا على المكاتب زي ما بيقولوا، احنا بيطلع ميتنا الصبح وكل يوم احنا رايحين الشغل بهدله يعني. هو انت منين من الغربيه؟ من الصنطة. تحياتنا لاهل الصنطه، بيت بيت وحاره حاره. الغربيه. تحب توجه رساله لمين وقف جنبك وساعدك في حياتك او كان بيدعمك؟ اهلي وواحد هنا اسمه الاستاذ احمد، الله يمسيه بالخير بقى من مسهله. طب وجه له رساله، قول له استاذ احمد من قريه كذا بوجه لك رساله كذا. استاذ احمد من قريه مسهله، بجد بشكرك. من قريه مسهله؟ من قريه مسهله. استاذ احمد من قريه مسهله وهو هنا في فرنسا؟ طبعا. وقف جنبك قوي يعني؟ الحمد لله. شكرا جدا لاستاذ احمد، راجل محترم. الف شكر ليك بجد يعني، هو شكرا. ده اللي وقف جنبنا. شكرا جدا، السلام عليكم.